راح جاي بالموتوسيكل، ببص في المرايه لقيت واحد جاي. اوقات كتير من حياتي بلاقي نفسي في مصيبه او في بلوى، يعني حاجه انت ما تتخيلهاش، اللي هو وبقعد يعني ابص انا وصلت لهنا ازاي. انا مش عارف، يعني انا مش عارف انا في المصيبه دي ازاي، يعني ايه اللي ادى ان انا اوصل للمصيبه دي. والمشكله ان انا ببقى ما عملتش حاجه او ببقى عملت حاجه حرفيا لا تذكر، يعني حاجه يعني هي حاجه تافهه جدا بس عملت مصيبه كبيره فشخ. حتى الحاجات دي برضو بتحصل قدام عيني، يعني بلاقي ان واحد في مصيبه هو حرفيا عمل حاجه لا تذكر، لا تذكر، ادت ان هي توديه في المصيبه اللي هو فيها دي. وبما اني انسان بعاني من القليل، يعني خد بالك، من القليل من التفكير المفرط. قليل ومفرط كلمتين عكس بعض، بس يعني اعمل ايه في حياتي، هي دي حياتي. انا بعاني من القليل، عشان ما حدش يقول ان انا بدعي المرض وكده، لا انا بعاني من القليل من التفكير المفرط. فبقعد بالليل كده يا باشا وانا هنام ببص للسقف، اراجع بقى اللي حصل معايا في اليوم بجد، يعني اشوف انا اليوم بتاعي ماشي ازاي. هو انا يعني الردود اللي انا المفروض اقولها وما قلتهاش، يعني العلاقات اللي انا المفروض كنت اقطعها وما قطعتهاش، يعني كده بقى افضل افكر بقى لغايه ما الصبح يطلع واعيد نفس اليوم اجين. فبقعد افكر، بلاقي بجد ان انا المصيبه اللي حصلت معايا في اليوم ده مثلا، وانا براجع اليوم بتاعي كده، الاقي ان انا عملت حاجه بسيطه فشخ، يعني حاجه سن رجل الدبانه. المهم يا معلم، في رحله بحثي طبعا لقيت المشكله، يعني انا على طول الاقي المشاكل واقولها لكم وانتوا حلوها. يعني انا هعمل كل حاجه ولا ايه؟ انت اتحرك، اعمل حاجه، حاول ان انت. المهم ان المشكله في التصعيد. التصعيد مش التصعيب. التصعيد ده حاجه تانية هنجيلها، والتصعيد مش جايه من الصعيدي، مع انها كانت تبقى منطقيه يعني لو كانت جت من الصعيدي، بس التصعيد جايه من الصعود. يعني انت حرفيا عملت مشكله صغنونه، والمشكله دي في رحله صعودها، يعني هي المشكله اصلا اللي انت عملتها هنا، انت عملت مشكله هنا، والمشكله يا باشا شرخت، هي اتصعدت. المشكله ان المشكله ان المشكله مش يعني هي مش بتتصعد لوحديها، لا هو شخص ما قرر ان هو يا باشا انا مش هسكت على المهزله اللي بتحصل دي، انا ما ينفعش اسكت، فاهم؟ هو يعني هو كده هبت معاه في دماغه ان هو انا مش هسكت على اللي بيحصل ده. وفي مشكله التصعيد انا كنت بعاني منها شخصيا، يعني انا مشكله انا كنت بعاني منها كتير، قعدت اعاني منها كتير قوي بجد، لدرجه ان هي سببت لي تروما. يعني انا عندي تروما من التصعيد، فاهم؟ لدرجه ان انا ممكن ثابت ولا فعل ولا حركه عشان انا مش عايز المشكله تتصاعد، فاهم؟ يعني انا في مره كنت بحضر محاضره، طالب مجتهد، اعتقد دي اخر محاضره اصلا حضرتها انا طالب مجتهد رايح اسمع محاضره، فلقيت شويه شباب قاعدين ورايا مش عايزين يسمعوا، هم جايين يروشوا يهزروا بتاع، انا اكل بطاطس السوري بتاع، وانا يعني انا من النوع، يعني انا لو مش هستفاد هقعد ليه؟ هو المفروض ده اللي يحصل. لو انت مش هتستفاد من المحاضره انت هتقعد ليه؟ عشان يا عم من الغياب. ما هو حاجه تجنن برضه حوار الغياب ده. بس احنا دلوقتي هنخلينا في اللي احنا فيه، ان انت طالما مش هتستفاد هتحضر ليه؟ فانا عملت كده، رحت واخد بعضي ورايح خارج بره المحاضره بعد اذنك يا دكتوره، وماشي شاب جنتل منتر وبتاع، قالت لي خد تعال. انت رايح فين؟ قلت لها يا دكتور حضرتك مش بتشرحي حاجه، واصلا حتى لو حاولت تشرحي فانا مش سامع من الناس اللي ورا، مهذب، قلت حاجه غلط؟ حصلش. قالت لي طب هات اسمك. فانا يعني انا شايف ان انا ما عملتش حاجه غلط بجد، بس ازاي انت رحت رايح كاتب لها اسم عينك ما تشوف الا النور من بعديها. قالت لي انا حسابي معاك بعدين. ايه حسابي معاك؟ قلت لها تمام. طلعت بره قعدت افكر انا عملت ايه بجد، بس ما عملتش حاجه، يعني حرفيا اتخذت اكشن بسيط ورحت رايح. يعني انا عملت الاكشن ده اللي هو ما كانش يستدعي ان انا اعمله، اللي هو اقعدينا على الميتين امك اسمع ميتين الرغي ده كله وغرف ده هيروح وما تجيش تاني، هو ده اللي المفروض كنت اعمله، بس لا انا خدت اكشن، فاهم؟ ورحت رايح طالب مهذب محترم مجتهد، رحت رايح لها المكتب، قلت لها انا اسف. قالت لي اسف على ايه يا حبيبي؟ قال لي عملت حاجه؟ قلت لها والله يا دكتور يعني انا شايف ما عملتش حاجه بجد، بس يعني حضرتك طالما شايفه ان انا غلطان او عملت حاجه فانا اسف لك بجد، يعني انا ما كانش قصدي بجد ان انا اضايقك او اعمل لك اي حاجه. This is respect. ده الاحترام. انا المحترم هنا، انا الطالب المهذب. قالت لي لا ولا يهمك وبتاع، وانت منين وبتاع، صاحبنا كونا ريليشن. انا قعدت اشيل الماده دي 8 سنين، يعني انا خلصت كليه ولسه بشيلها لحد دلوقتي. انا ليه كده يا دكتور؟ يعني انت ليه اصلا ليه صعدت الامور كده؟ 8 سنين بشيل في ماده يا دكتور، ليه كل ده عشان قمت مشيت من المحاضره؟ يا نهار اسود كنت غبت احسن. هي في المواقف دي امي هي زي السبب، هي امي انا اقول روح الكليه يا اما بالله عليكي راعيني، انا ما بيحصلش حاجه هناك. قعدت 8 سنين اشيل
الماده عشان انا يا باشا قررت دلوقتي ان انا وهفضل اشيلها، يعني انا ما خلصتش هي كده، هي الدكتوره مش هتحل، هفضل اشيل الماده لحد ما اموت خلاص. نو شهاده ونور تعليم، انا بعمل دلوقتي يوتيوب ليه؟ فهي المشكله بجد هنا بسبب التصعيد، ان هي الدكتوره صعدت اصلا انا مش عايز احضر المحاضره، لان انت يا باشا هتحضرها. يعني هي اعتقد مستنيه اليوم اللي انا هحضر فيه المحاضرات بتاعتها كلها، وده والله ما هيحصل. يعني انا كفايه اللي انا شفته مش هحضر محاضرات. هي المشكله حرفيا كانت هنا، هي خدتها من هنا وديتها يا باشا، ليتس جو كيب جوينج. عامة يعني برضه يعني انا وانا براجع نفسي لقيت ان معظم المصايب اللي انا كنت فيها بسبب التصعيد كانت في الكلية اغلب الوقت، فاهم؟ في مرة كمان دكتور مبجل محترم جاي لابس بليزر صوف في عز الحر وتيشيرت بولو صوف تحت منه وبنطلون صوف في عز الحر، ومنزلنا كلنا في عز الحر ومفيش مروحة توحد ربنا داخل المدرج، منزلنا كلنا عشان هو قرر ان هو هيعمل امتحان. راح دخل المدرج لقى طلاب غير المرضى اللي بيقعدوا يسمعوه. هو عنده 3-4 طلاب مرضى كده يحبوا يسمعوا المحاضرات بتاعته من اولها لاخرها وبتاع، لا كمية بني ادمين غير كلها ناس عايزة تمتحن، ناس بتجري ورا الدرجات. هو راح جاي كده باصص، ايه ده؟ الناس دي كلها عايزة تمتحن، الناس دي كلها عايزة درجات، يو نو وات، مفيش درجات، مفيش امتحان اصلا، يلا كنسل الامتحان. وراح قايل لنا كلنا الامتحان اتلغى. ايه يعني انت ليه صعدت الامور؟ يعني احنا عايزين درجات وانت عامل الامتحان عشان تدينا درجات، ولا انت عامله ليه؟ يعني عامله ليه يعني؟ راح هو صعد المشكله من ان مشكله ان شويه طلاب عايزين درجات، لان مفيش حد هياخد الدرجات دي ولا في الكلام. انا عاملها بس انا مش عايز اديها يعني هو عمل الدرجات وعمل امتحان عليها بس انا مش عايز اديها لحد، انا عايز اعمله امتحان مفاجئ اجيب لكم تروما اجننكم. هو صعد الامور. فهو حوار التصعيد ده يعني مشكله كبيره بجد. وفي عندي مشكله غريبه بقى، اللي هو انا مش فاهم ايه اللي حصل اليوم ده اصلا. في مره ماشي رايح المستشفى، كان عندي حاله طارئه فشخ ان انا لازم اروح المستشفى دلوقتي، فاهم؟ فماشي بعدين لقيت واحد ماشي بالموتوسيكل بتاعه في نص الطريق وماسك التليفون كده وماسك البتاع كده وايه بيقزقز لب، فاهم؟ في نص الطريق ماشي سالب 20 ورحت جيت معدي من جنبه. يعني انا عايز اعدي بس هو الطريق رايح جاي، عايز اعدي بس كل ما اجي اعدي الاقي حاجه جايه وانا مستعجل فشخ حياه او موت بجد. واستنيت الطريق يفضى فمعدي من جنبه، قلت له طالما بتتكلم في التليفون امشي على جنب ومشيت. يعني انا عملت حاجه؟ انت هتقول لا انا ما عملتش حاجه، لا انا عملت بلوه دلوقتي ازاي اقول له امشي على جنب يعني؟ راح جاي بالموتوسيكل ببص في المرايه لقيت واحد جاي وعمال يحزق فشخ. وبعدين انا يعني انا راكب عربيه وانت راكب موتوسيكل، يعني انا بجد لو مش عايزك تجيبني مش هتجيبني بجد، فاهم؟ انت راكب موتوسيكل 1 بيستم وانا راكب عربيه 4 بيستم يو نو. فانا هديت طبعا. مش عارف هو عايز ايه بجد. لان انا متوقع في نيتي اللي انا استاهل ضرب الجزم ان انا ما قلتلوش حاجه بجد. راح جاي اقف يالا اقف يا طب انا هنبك النهارده انت تقول لي انا امشي على جنب اقف يالا ايه؟ انا عملت لك ايه يا معلم؟ وبجد يعني هو اما قعد يشتمني كده برضه انا ما ردتش عليه لان انا يعني مش فضيلك دلوقتي، مش فضيل يعني انا بجد مش عارف هو ليه صعد المشكله ان انا بقول له مش على جنب، لان هو مش عارف ليه بس ما سابنيش بجد. يعني هو ما حلنيش، فضل يجري بس. يعني انا راكب عربيه ومش فضيلك وبتاع رحت ماشي. راح جاي لي برضه تاني يعني بعدين انا مش عارف بعمل له ايه، اللي هو عارف لعبه الموتوسيكلات اللي هو انت بتركب وتزق واحد برجلك، فهو مش راضي يحلني يعني. رحت داخل بيه في العربيه. زحته من على الطريق هو والموتوسيكل بتاعه. راح يعني وقف يصلح فيه. بس ليه انت صعدت المشكله؟ هو صعدها وانا صعدتها، اللي هو يعني ايه مش هتحل؟ طب ورحت راميه على جنب. طبعا حوار ان انا زقته بالعربيه ده مش حقيقي، عشان لو رفع عليه قضيه ولا حاجه ان انا بشهر بيه كمان ان انا بهدلته في الطريق الاقي ثغره ان انا اطلع منها. لا ان انا اصلا الكلام ده كله ما حصلش ومفيش شهود على الكلام ده. بس كده يا شباب حلقه النهارده تكون خلصت. يعني حلقه لطيفه خفيفه كده ان انا بواجه مشكله كبيره مع التصعيد. اتمنى ان هي تتحل مشكله التصعيد دي، اتمنى ان هي ندي المشكله حقها بس يعني، او ما تديهاش يعني مش لازم سكيب كده امشي يا باشا واكرف. ما انا بشوف 30 مصيبه، ما انا كل يوم بقى هقعد اتخانق عشان واحد داس على الكوتشي الابيض بتاعي، اصعد الامور اقف اتخانق. بعمل سكيب يا باشا وامشي اروح اجيب بغور اجيب منديلي على الماء واسيب له اشتمه في سري، بس مش هصعد مشكله واعمل خناقه فور ني ريزون.
نو ريزون، مفيش اصلا اي سبب ان انا اعمل مشكله. انت ليه صعدت الامور؟ فانا ما بحبش تصعيد الامور، وانا مش بصعد امور خالص بصراحه، غير في الكسل، لان انا بحب اصعد الامور في الكسل. اللي هو انا كسلت النهارده، طب هكسل بكره وبعد هكسل مدى الحياه. ورساله اخيره طبعا للدكتوره، لو مستنياني احضر لك محاضره عشان تنجحيني في الماده، فده مش هيحصل. ولو هفضل اشيلها لغايه اما اموت، انا مش عايز الشهاده في حاجه. وبس كده، السلام عليكم يا شباب. عايز اديكوا هنت عن الحلقه اللي جايه، مش هديكوا ده. يلا سلام عليكم.